السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. نوع تاني من نفس نوع المسائل بتاع حساب الصيغ بس بنزود عليه خطأ. يديك الكتله الموليه للمركب كله ويديك صيغته الاوليه يقول لك هات لي الصيغه الجزئيه. ماشي؟ وبرضه النوع ده حلينا عليه المره اللي فاتت. يديك الكتله الموليه للمركب كله، يعني مثلا اديك مثال ونكمل حل بقى بعد كده. مثلا عندي المركب ده بص سي 5 اتش 10 ده مركب عضوي اسمه البنتين، اسمه ايه مش مهم. لكن هل الصيغه دي صيغه اوليه ولا جزيئيه؟ اوليه ليه بقى؟ هي دي ابسط نسبه؟ لازم الاوليه تبقى ابسط نسبه. يعني الكربون هنا نسبته كام؟ والهيدروجين 10. ابسط نسبه كام لكام؟ 1 إلى 2. تبقى الصيغه الاوليه بتاعته سي اتش. ركز بقى في اللي جاي بقى. هو هيديك الكتله الموليه بتاعت المركب بس مش هيقول لك مين المركب ده ومش هيديك الصيغه بتاعته ويديك الصيغه الاوليه دي او يديك كتلته. بقى يديك المركب ده كتلته الجزيئيه ودي كده يديها لك ايه الصيغه نفسها. يقول لك هات لي استنتج لي الصيغه دي. فالخطوات بتاعتك ايه؟ تحسب كتله الصيغه الاوليه، تقسم الكتله الجزيئيه دي على كتله الصيغه الاوليه، تجيب عدد الوحدات، تضرب ده في 5 يديك الصيغه بتاعت المركب. تعال نشوف امثله على الكلام ده واحنا حلينا الكلام ده برضه المره اللي فاتت. بس هنبدا بمثال كام يا احمد؟ 3. مثال 3. ده القانون يا جماعه. اهو بص عليه كده على السبوره. عدد وحدات الصيغه الاوليه. هقسم الكتله الموليه للمركب كله على كتله الصيغه الاوليه. طيب المثال بتاعي رقم 3. بقول لك مركب يتكون من 3 عناصر بالنسب الاتيه. هنا بقى هدخلك انا المساله اللي فاتت بتاعت اول مساله احنا حليناها عليها مثال مع المساله الجديده الاثنين مع بعض. بيقول لي مركب يتكون من 3 عناصر بالنسب دي. دي العناصر بتاعتي ودي النسب بتاعتها. دي النسبه مش الكتله الذريه. الصيغه الجزئيه المحتمله للمركب هي يعني عايزك تختار بقى. واخد بالك عندك اختيارات انت في اللي قول لي كده اختياراتك عشان نحل كده وتبقى الناس كلها شايفاها. اول حاجه لا من الشمال اليمين ولا من اليمين الشمال؟ الشمال اليمين. ماشي. ايه اول صيغه؟ اول صيغه سي سي 7 اتش او 4. سي 7 اتش او 4 ماشي. بعدين دي سي 6 سي 6 اتش او 3 اتش او سي ماشي. وسي سي كام؟ سي 5 سي 5 اتش 4 او ماشي. اخر حاجه دي سي 5 اتش 8 اتش 8 دي الصيغ عندي اللي انا هختار منها. هو بيديني النسب بتاعت العناصر اهي. امشي المساله بتاعتك عادي. تعال نشوف هنوصل لايه. هو عايز الصيغه الجزئيه المحتمله. امشي مسالتك عادي جدا. بص ساعتك ادي الكربون، ادي الهيدروجين، ادي الاكسجين. الكربون نسبته كام؟ الكربون 90% والهيدروجين 8% والاكسجين 38. حلو. اول حاجه حطيت النسب عادي جدا زي ما بمشي مساله حساب الصيغ. بعد كده خد كل عنصر منهم واقسمه على الكتله الذريه بتاعته. يعني الكربون كام؟ 16 يبقى 60 على 12 والهيدروجين 8 على 10 يبقى على 1 والاكسجين على 16. لما هتقسم هتطلع دي 5 وهتطلع دي 8 وهتطلع دي 2. يبقى الصيغه بتاعتك هتبقى سي 5 اتش 8 او 2. اختار بقى. ماشي. فهمت المساله اتحل ازاي؟ دي اسهل ما يمكن وابسط ما يمكن. خدت كل عنصر حطيت النسبه بتاعته عليه. بعد ما حطيت النسبه رحت جاي قاسم كل واحد منهم على الوزن الذري. عادي جدا جدا. ما فيهاش اي فتاكه. وبعدين طلعت الصيغه بتاعته. يقول عند التحليل الكيميائي لغاز هيدروكربوني. هيدروكربوني دي اول ما انت تشوفها اعرف ان المركب ده بيتكون من كربون وهيدروجين بس. هيدروكربون دي اول ما تشوفها اعرف ان المركب بيتكون من يا دكتور
كربون وهيدروجين بس. اول ما يقول لك مركب هيدروكربوني، غاز هيدروكربوني، ماشي، اعرف ان هو بيتكون كربون وهيدروجين بس. طيب يقول لي وجد ان كل ذره كربون، ماشي، يبقى المركب هيدروكربوني اهو اهو كده بيتكون من كربون وهيدروجين. وهو قايل لي الراجل بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي وجد ان الصيغه الفيزيائيه لهذا الغاز، يوجد الصيغه الفيزيائيه لهذا الغاز كثافته 1.25 جرام لكل لتر. ايه اللي جاب الكثافه هنا بقى؟ انا عندي مساله صيغ، ايه اللي جاب لي الكثافه هنا؟ في الاول خلي بالك في المساله مديك هو الصيغه الاوليه بس من غير ما تاخد بالك. اقرا كده مركب او غاز هيدروكربون يتكون من ارتباط ذره ولا ذرتين؟ ذره كربون بايه بقى؟ يبقى الصيغه الاوليه بتاعتك CH2. ادي اول حاجه عرفتها انت. الصيغه الاوليه بتاعت المركب بتاعي CH2 اهي. طيب ماشي، هتفيدني في ايه دي؟ هنشوف دلوقتي. طب هو مديني الكثافه ليه؟ كثافه اي غاز خدناها في الفصل الاول، كثافه اي غاز HCTP، كثافه الغاز اهو هكتب لك القانون. كثافه الغاز تساوي الكتله الموليه للغاز على 22.4. مين بقى دماغه حلوه كده يربط لي ما بين الكثافه اللي هو مديهاني وبين المساله؟ ايوه، يبقى انا كده بص من القانون بتاع الكثافه، مش هو بيديني كثافه ايه؟ كام؟ 1.25%، صح؟ انا بقى معايا هنا حجم الغاز 22.4، حجم البول اللي احنا خدناه. يبقى انا من القانون ده هجيب مين؟ الكتله الموليه. كده يبقى انت معاك الكتله الجزيئيه. هنعوض هنفهم ونعمل مقص. تمام. بص كده يا محمد، يبقى الكتله، امشي معايا خطوه خطوه يا بيه واكتب الله يكرمك. الكتله الموليه للغاز هتساوي كثافته كام؟ 1.25% في حجم الغاز 22.4. جبت الكلام ده منين؟ من القانون ده اهو. تساوي، حد حسبها؟ 28 جرام. حد يحسبها كده يتأكد؟ كده انا جبت الكتله الموليه للغاز. طيب ماشي، هتفيدني في ايه دي بقى؟ هروح رايح للصيغه الاوليه اللي هو قايل عليها كلام في المساله. الصيغه الاوليه اللي هي يا جماعه اجيب كتلتها. بص كده وركز هنعمل فيها ايه؟ كتله الصيغه الاوليه اللي هي CH2، ادي الرمز بتاعها اهي. انت اللي بتهاجم في المساله. السي بتساوي 12 زائد الاتش بواحد في 2 تطلع بكام؟ اضرب واجمع تطلع ب 14. يبقى كتله الصيغه الاوليه كام؟ 14. طب ايه العلاقه بقى؟ شايف دي الصيغه الفيزيائيه كام؟ 28 والاوليه 14. بص بقى الخطوه اللي جايه، عدد وحدات الصيغه الاوليه. اخد الكتله الموليه 28 اللي انا جبتها اهي واستنتجتها من قانون الكثافه، اقسمها على كتله الصيغه الاوليه 28 على 14 فيها الاثنين. كده يبقى المركب بتاعك فيه كام صيغه اوليه؟ 2. يعني انت تضرب دي كده، بص اهي زي ما هي كده هنخليها في مكانها، دي كده نضربها في 2 تبقى الصيغه بتاعتك ايه؟ ايوه بالظبط كده، تبقى الصيغه بتاعتك C2H4. عرفتوا ايه علاقه الكثافه بالمساله بتاعتنا؟ بص عمل ايه؟ راح فين؟ راح جاب لي قانون من الفصل الاول في الباب الثاني ودخلوا لي في مساله في حساب الصيغه. ماشي، اللي هو قانون الكثافه. اهو تاني يا عبد الرحمن، اول حاجه ايه الكثافه اللي جابها لي في المساله؟ ما انا لازم اشغل دماغي. بص بقى يا بيه، ساعة عشان تفهم الجزئيه دي، ودي مساله 99% في امتحان نص السنه. الناتج الفعلي والناتج النظري. كله معايا؟ تمام. بص يا سيدي، عشان تفهم المساله هنعمل فيها ايه؟ هو يعني ايه ناتج فعلي وناتج نظري؟ احنا مش ممكن احنا مثلا نقول في المعادله اللي احنا مرمطناها من الباب الاول، من اول ما خدنا كيمياء اللي هي دي. بص المعادله دي Mg زائد O2
سهم هيديني ام جي او، ودي ب2 ودي ب2 ومعدل موزونات. مش احنا نقدر نحسب كتله اكسيد المغنيسيوم اللي هي الام جي او دي اللي هتتكون من قبل ما نعمل التفاعل؟ في المسائل اللي خدناها في الفصل الاول. مش انا في الفصل الاول في الدرس الثاني كنت بقول لك ايه؟ اذا كانت كتله شريط المغنيسيوم 12 جرام احسب كتله اكسيد المغنيسيوم النازله. فانت بتعمل ايه؟ فاكر لما قلت لك ايه؟ حط 12 جرام تحت المغنيسيوم اهي، وتحت اكسيد المغنيسيوم حط 60 جرام. لما كنت بقول لك لو كان 60 جرام تنزل بايه؟ حد فاكر؟ طب حد كان بيذاكر؟ لو جينا حطينا تحت اكسيد المغنيسيوم 60 جرام ننزل تحتها بايه؟ لا الكتله الاوليه في الوزن. طب لما يبقى المركب العنصر اللي هو مديهوني او الماده اللي هي مديهاني بالجرام اجيب تحتها ايه؟ من المعدل؟ ولا بتمسكوا كتاب ولا بتبصوا في حاجه حتى. طيب ما علينا، بص سعادتك دي المساله اللي انا بقول لك عليها. انا بقول لك انا معايا شريط مغنيسيوم، تخيل كده احنا داخلين معمل الكيمياء ومعانا شريط مغنيسيوم كتلته 12 جرام، حلو؟ ادي شريط المغنيسيوم اهو. حطينا شريط المغنيسيوم ده على جنب. المفروض ان احنا هنعمل في شريط المغنيسيوم ده ايه؟ هنولعه. فلما يشتعل يحترق بلهب مبهر ويديني مسحوق ابيض ناعم. ده لما نعمل التفاعل. بس احنا شريط المغنيسيوم خلي بالك اهو ما عملناش التفاعل ولا حاجه، صح؟ طيب انا ممكن احسب كتله اكسيد المغنيسيوم اللي هتتكون قبل ما اعمل التفاعل. ازاي؟ ما احنا قلنا الكلام ده قبل كده 20 مساله حليناها في الفصل الاول. هنقول ايه بقى؟ بص هنقول 12 جرام من المغنيسيوم لما احرقها تديني 90 جرام. واجي اقول بص سعادتك، واجي اقول المغنيسيوم هو هيقول لك في المساله ام جي بتساوي 24 والاو بتساوي 16. طيب ام جي هتبقى ايه؟ ها؟ 2 في 24. جبتها منين دي يا مستر خالد؟ جبتها منين يا شباب انا دي؟ ال 2 في 24 دي جبتها منين؟ اخترعتها؟ لا ده انا رحت على المعادله. الام جي بكام مول هنا؟ 2 وانا عايزه بالكتله فقلت 2 في كام؟ 24. حلو اروح للام جي او وزنه كام هنا يا باشمهندس؟ 2 اهي. طيب ده الوزن اهي الاثنين اهي وافتح قوس ام جي ب 24 زائد الاو ب 16. الكلام ده كله خدناه في الباب في الفصل الاول. طب الكلام ده اللي انا جبته هنا ده وحطيته هنا اهو جبته منين؟ من المعادله اهو. بص رحت على المعادله كام مول؟ 2 حطيتها وفتحت قوس ام جي بكام؟ 24 زائد الاو بكام؟ 16 وقفلت القوس. اضرب طرفين في وسطين. بص اضرب دي كده دي يبقى السين تساوي 24 دي كده 40 في 2 ب 80 80 في 12 على 2 في 24. دي هتبقى فيها الواحد دي هتبقى فيها الاثنين يبقى 80 على 4 يبقى ب 20 جنيه. كده يبقى كتله اكسيد المغنيسيوم اللي هتتكون. خلي بالك كتله اكسيد اهو. بص الجزء الجاي اللي احنا عايزينه يا اللي انا حسبته ده حسبته على الورق ولا عملته عملي؟ عملي. لا مش عملي. على الورق اهو. انا لسه شريط المغنيسيوم اهو. خليك معايا بقى الكيف. لسه شريط المغنيسيوم اهو ما عملتش فيه التفاعل. اللي انا عملته ده يا جماعه حسبت كتله اكسيد المغنيسيوم اللي هتتكون قبل ما اعمل التفاعل. فنسمي الناتج اللي بنحسبه احنا الناتج اللي بنحسبه نسميه الناتج النظري. سميها يا دكتور؟ يبقى الناتج اللي بنحسبه بالورقه والآلة الحاسبه ده في الورقه قبل ما نعمل التفاعل اسمه الناتج الايه؟ النظري. طيب اجي بقى اعمل التفاعل. اجيب شريط المغنيسيوم احرقه يكون لي اكسيد المغنيسيوم. اخد بقى اكسيد المغنيسيوم اللي اتكون ده واوزنه. اعين كتلته اخده كده اروح جاي وزنه. لازم مليون في المية ان الكتله اللي هتطلع نتيجه التفاعل العملي لازم تكون اقل من الناتج الايه؟ النظري. لازم. يعني انت بعد ما عملت التفاعل توزن مثلا تلاقي مثلا ايه كتله اكسيد المغنيسيوم اللي انت بعد ما عملت التفاعل طلعت مثلا 19 جرام. ممكن 18 جرام. ممكن 15 جرام. لازم تكون اقل. اللي نتج ده بقى اللي هي ال 18 جرام دي كده جبناها احنا عرفناها بعد ما عملنا التفاعل ولا قبل ما نعمل؟
فنسميها الناتج الفعلي. الناتج الفعلي يسمى الناتج ايه؟ يبقى انت في اي تفاعل عندك ناتجين. اي تفاعل انت بتعمله عندك ناتجين، ناتج انت بتحسبه قبل ما تعمل التفاعل نسميه الناتج نظري، وناتج انت بتقيسه بقى، بتوزنه، بتعين كتلته بعد ما نعمل التفاعل نسميه الناتج الايه؟ الفعلي. مين دايما اكبر؟ النظري على طول. ليه بقى؟ لان في النظري انت بتستخدم ارقام، بتحط الكتله اللي انت جبتها من شريط المغنيسيوم زي ما هي 12 جرام، لكن انت ممكن لما تيجي تعمل التفاعل شريط المغنيسيوم اللي انت تجيبه ده انت بتقول انا هجيب كام جرام؟ 12 صح؟ مثلا ممكن لما تيجي توزن تبقى 11 ونص، ما تبقاش مظبوطه بالملي يعني، فاهم؟ ممكن مثلا تبقى اكتر تبقى اقل الكتله اللي انت هتجيبها عمليا، لكن نظريا هم 12 جرام ما فيش غيرهم اهو. طيب انت لما جيت وزنت الكتله اللي طلعت لك دي طلعت 18 جرام، هو انت لما جيت خدت اكسيد المغنيسيوم ده وحرقته مش ممكن جزء منه يطار؟ مش ممكن جزء يقع؟ مش ممكن جزء يفضل في الاناء اللي احنا بنعمل فيه التفاعل؟ مش ممكن شريط المغنيسيوم ما يتحرقش كله وتفضل حته صغيره ما اتحرقتش انت ما شفتهاش؟ كل دي احتمالات تخلي لك الناتج الفعلي اللي هو بيطلع عمليا دايما اقل من الناتج مين؟ النظري. يبقى ساعتك كده عرفت ان في اي تفاعل في عندك ناتجين، ناتج ايه وناتج ايه؟ حلو. الناتج النظري اللي هو الناتج اللي بيتم حسابه من المساله قبل بدايه التفاعل، قبل ما نعمل التفاعل اصلا بنحسبه احنا بالورقه والايه؟ والقلم. الناتج النظري بقى، الناتج العملي بقى او الناتج الفعلي ده الناتج بقى اللي احنا بنقدره، بنقيسه، بنوزنه، بنعين كتلته بعد ما نعمل التفاعل. دايما الناتج النظري اكبر من الناتج الفعلي. الناتج النظري اللي هو احنا بنحسبه دايما اكبر من الناتج الفعلي. ليه بقى؟ اسباب بقى كتيره قوي الاسباب دي. منها مثلا ان ممكن يكون الماده اللي انا بستخدمها في التفاعل بعمل بيها بحضر بيها تبقى غير نقيه، يبقى فيها شوائب، فتبقى الكتله ال 12 جرام دي مش كلها مغنيسيوم مثلا، يعني ال 12 جرام دي مش كلها حديد، فيها شوائب من حاجات ثانيه. ممكن يكون وانا بقدر الماده اللي انا بقيسها اللي هي الناتج اللي عندي في التفاعل جزء يقع مني في الارض، جزء يتبقى في الآنية اللي بنعمل فيها التفاعل، ممكن تكون الماده اللي انت بتحضرها ماده قابله للتطاير، يعني انت بتحضر غاز ثاني اكسيد الكربون فطار منه جزء، هتعمل ايه؟ غصب عنك. يبقى في عندي نسبه خطا دايما في الناتج الفعلي والناتج مين؟ النظري. مين دايما اكبر؟ النظري. يقول لك ليه؟ قول بقى اي سبب يجي على دماغك. قول له ليه؟ لان كتل المواد المتفاعله غير نقيه. تقول له لوجود خطا في تقدير كتله المواد المتفاعله. تقول له مثلا لان المواد الناتجه ماده قابله للتطاير فجزء منها اتسرب وتطاير. تقول له انا جيت اوزن وانا جاي اوزن جزء وقع مني، اعمل ايه طيب؟ في جزء اتبقى في الاناء، كل ده يخلي الناتج الفعلي اقل من الناتج الايه؟ النظري. طب المسائل بتاعتها بقى بتيجي ازاي؟ المسائل بتاعتها بتبقى دم بين الفصل الاول في الباب الثاني وبين ايه؟ وبين النسبه المئويه. لما تيجي تجيب النسبه المئويه لاي ناتج فعلي القانون هو قدامك سهل جدا. تاخد كتله الناتج مين؟ الفعل اللي هو دايما بص بقى في المساله دايما يديك كتله الناتج الفعلي، لازم يديها لك في المساله. يبقى الكتله اللي هيديها لك في المساله هتبقى كتله الناتج مين؟ واللي انت هتحسبه ده الناتج النظري. يبقى انت دايما بتحسب الناتج مين؟ وهو يديك الناتج مين؟ يبقى انت هتروح جاي واخد الناتج الفعلي اللي هو مديهولك وتقسمه على الناتج النظري اللي انت بتحسبه وتضرب في 100 يديك النسبه المئويه. تعال نشوف المسائل بتاعتها بقى. ممكن يديك تفاعل ما مرش عليك قبل كده زي ده كده. انت ما يخصكش، هو بيقول لك اكمل التفاعل. هو بيقول لك ناتج التفاعل ده ايه؟ هو بيقول لك مين بيتفاعل مع مين؟ مالكش دعوه انت. اهم حاجه مديني ايه عندي؟ مديني المعادله. شايف بص المعادله CO زائد 2H2 يديني CH3OH اللي هو الكحول الميثيلي. طيب بص في المساله بيقول لي ينتج الكحول الميثيلي اللي هو فين بقى الكحول الميثيلي؟ فين في المعادله الكحول الميثيلي؟ اهو بص مفيش غيره ينتج. يعني انت مش محتاج انك تكون عارفه،
شغلت دماغك شويه صغيرين هتعرف هو مين. ايه؟ اما جاي لك اهو ينتج الكحول الميثيلي ده الناتج اهو من تفاعل المعادله دي اهي. فبص بقى بيقول لي ايه؟ خلي بالك عشان ما تتلخبطش، افهم الاول اول خطوه واكتبها، افهم خطوه واكتبها. فاهم معايا؟ بص بيقول لي ايه؟ فاذا نتج 6.1 جرام كده، شايف الكتله دي؟ ده الناتج الايه؟ الفعل. ده اللي لازم يدولك في المساله. انت ده ما ينفع هتركبه ازاي؟ هو انت هتحضره معمليا؟ لا، هو بيقول لك ده انا بحضر معمليا فتكون لي عندي الكتله دي. دي كده كتله الناتج الفعلي بتاعت مين يا دكاتره؟ بتاعت الكحول الميثيلي. يقول لي من تفاعل 1.2 جرام من الهيدروجين مع وفره من اول اكسيد الكربون. احسب النسبه المئويه للناتج الفعلي. انا عشان اجيب النسبه المئويه للناتج الفعلي هاخد المعادله بتاعتي واجيب الاول الناتج مين؟ النظري. اجيب مين يا عم سلام؟ طيب يا عم بص هنعمل ايه زي ما عملنا في الفصل الاولاني. اول حاجه اعملها في المساله دي اجيب المعادله بتاعتي قدامي. اكتب يلا المعادله بتاعتك زي ما هي في السطر الاولاني. يلا يا مستر. وامشي معايا خطوه خطوه. CO زائد 2H2 هيديني CH3OH. اتفضل. كتبنا معادلتنا ووزناها وهي موزونه اصلا. فخلاص انا باخد المعادله زي ما هي كده واحطها هنا. ها معايا؟ هعمل ايه بقى بعد كده؟ عايز احسب الناتج النظري. الناتج من ايه بقى؟ من الكحول الميثيلي. فعلى طول وانا مغمض عيني اروح رايح تحت الكحول الميثيلي واروح عامل س جرام. اعمل ايه؟ س جرام. وبعدين بعد ما عملت س جرام قلت لك قبل كده والحصه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها قلت لك لما تنزل تحت اي ماده في المعادله ب س جرام تنزل تحتها بايه؟ بالكتله الموليه في الوزن. الكحول الميثيلي وزنه 1 يبقى هجيب كتلته الموليه تحته على طول. السي ب 12 اهو بص اهي بالاخضر اهي السي ب 12 زائد الاتش ب 1 في 3 زائد الاو ب 16 زائد الاتش ب 1. اللي انا جبته ده جبته منين؟ اهو بص مسكت المعادله السي ب 12 اتش ب 1 في 3 زائد الاو ب 16 زائد الاتش ب 1. يعني كاني مسكت الصيغه عوضت عنها حرف حرف. عشان تعمل ايه؟ عشان احسب الناتج النظري. طب هنحط قصادها مين بقى؟ ارجع للمساله بقى. يقول لي ايه؟ نتج 6.1 جرام من الكحول الميثيلي. دي مالناش دعوه بيها خالص دلوقتي. عشان دي الناتج الفعلي. من تفاعل 1.2 جرام من الهيدروجين. بس هي دي بقى المفتاح بتاعي. اخدها واروح رايح بيها عند الهيدروجين. 1.2 جرام. يبقى انت كده بتقول له ان نظريا 1.2 جرام تديني س جرام. طب تعالى بقى للمعادله. H2 في المعادله شايف الاثنين اهي هنزل بيها. الاتش بواحد في 2 واضرب طرفين في وسطين يبقى س يساوي دي كده يا سيدي هتبقى 24 في 32 في 1.2 على 4 هتطلع تقريبا 9.6 جرام. حد مش عارف اي رقم جه منين؟ قول. ده الهيدروجين. بص هنا شايف الوزن 2 اهي في الاتش في كام؟ بجيب كتلته الموليه في وزنه من المعادله زي ما عملت معادله. ها 9.6. دي كده الكتله اللي ايه؟ النظريه. حتى لاحظ كده يا سلام الكتله اللي طلعت كام؟ 9. طب الكتله اللي هو حضرها كام؟ 6. لازم الناتج النظري يطلع اقل من الفعلي. لازم النظري اقل من الفعلي. اجيب النسبه بقى. النسبه نعم. الفعلي ولا الفعلي اقل. ايوه الفعلي اقل من النظري. عندكم 16 اقل.
معلش عذر يساوي، ناخد بقى الفعل اللي هو كام؟ 6.1 على النظري 9.6 في 100 يديني النسبة المئوية 63.5%. يبقى انا كده جبت الناتج الايه؟ جبت الناتج النظري، قسمت الفعل على النظري ضربت في كام؟ في 100. جبت النسبة المئوية بتاعتي. دي مسألة مضمونة في امتحان نص السنة. بتمشي بنفس الخطوات. طب ايه افكارها الثانية؟ معايا؟ ندي المسألة هنا بس من غير معادلة، ونخلي حضرتك اللي تجيب المعادلة منه. يقول لي ترسب 39.4 جرام من كبريتات البرية. يبقى دي كده يا اخوانا دي كتلة المادة المترسبة اهي. يقول لي ترسب 39.4 جرام من كبريتات البرية. دي الكتلة المترسبة. كبريتات الباريوم ادي الصيغه بتاعتها بيس او 4. انا عايز اجيب المعادله لان مش هعرف احل غير على المعادله. عند تفاعل 40 جرام دي كده الكتله بتاعت الناتج الفعلي. عند تفاعل 40 جرام، ال 40 جرام دي كتل المواد المتفاعله من محلول كلوريد الباريوم ب ACl2 مع وفره من محلول كبريتات البوتاسيوم. احسب النسبة المئوية للناتج الفعلي. أول حاجة عايزين نجيب المعادلة. مين يتفاعل مع مين؟ مين يقول لي؟ مين يتفاعل مع مين؟ أيوه كلوريد الباريوم مع كبريتات البوتاسيوم. بص أدي كلوريد الباريوم أهو يا باشا BaCl2 أهو في المتفاعلات أهو. بيقول لي ترسب 39.4 جرام من كبريتات الباريوم. يبقى كبريتات الباريوم دي اللي هي BaSO4 هتبقى في النواتج. كده انا جبت ماده في المتفاعلات وماده في النواتج. طيب كلوريد الباريوم ده ما انا عايزك تجيب المعادله اصلا عشان لو السؤال ده مقالة هيبقى المعادله عليها واحد. لو السؤال ده مقالة هيبقى المعادله اللي انت هتجيبها عليها واحد. طب هتجيبها ازاي؟ انا لغايه دلوقتي جبت حاجه من عندي كله من المساله اهو. تعال نكمل بقى. الBaCl2 تفاعل مع مين؟ مع وفره من محلول كبريتات البوتاسيوم. يبقى يا محمد يا سعيد كبريتات البوتاسيوم هتبقى K2SO4. K2SO4 لان كبريتات ثنائيه يا محمد. والبوتاسيوم محادي فبدل التكافؤات. طيب كده انت طلعت ناتج من النواتج، الناتج الثاني هيبقى مين؟ مين يقول لي؟ هو ملوش لازمه عندي بس لازم اطلعه. ايوه الكي تحت السي فتبقى KCl. وعاوز اضرب دي في 2. كده انا كتبت المعادله بتاعتي مظبوط ووزنتها. نشوف بقى هنشتغل على مين وفوق مين. مين اللي انت عايز تجيب النسبه المئويه للناتج الفعلي بتاعه؟ مين؟ بص على المساله. النسبة المئوية مين الناتج الفعلي؟ اللي هو 39.4 اللي هي كبريتات الباريوم. دي الناتج الفعلي، انت عايز تجيب لها الناتج النظري. انت عايز تجيب لها الناتج مين؟ انزل تحتها على طول زي ما اتفقنا س جرام. تحت اكتب يا عمر معايا. تحت ال س جرام بقى الBa ب 137 زائد الانس ب 32 زائد الاوكس 12 في 4. دي الكتله الموليه. الBa 137 الاس ب 32. كده انا جبت الكتله الموليه بتاعت كبريتات الباريوم. تعالى بقى هنا. كلوريد الباريوم اللي هو BaCl2 هتشتغل على دي ولا على دي؟ هو مديني مين؟ مستر. نعم. زائد 32 137 زائد 32 زائد 4 16. اروح تحت الBaCl2 بقى. اشمعنى الBaCl2؟ ايوه بكام؟ يبقى ال 40 جرام تحتها على طول اهي. تحت ال 40 جرام اروح جايب مين؟ الكتله الموليه بتاعت الBaCl2 1 3 7 زائد 35 ونص في 2. واضرب طرفين في وسطين. اضرب ده كده في ده هتبقى س بتساوي
الناس اللي بتحسب معايا تبقى 233 في 40 على 208. 208 دي الناتج بتاع ده، و233 الناتج بتاع ده، وال 40 اللي هي ده. حد مش عارف اي رقم جه منين؟ كام؟ 44 8 من 10 جرام. كده انا جبت كتلة الناتج الايه؟ الفعلي ولا النظري؟ النظري اللي انا بحسبه دايما النظري. الفعل بيدوني في المسألة. هو انت عملت تجربة دلوقتي؟ عملت تفاعل عملي؟ يبقى اللي انت عملته ده اسمه الناتج النظري. تمام؟ اسمه الناتج الايه؟ اللي انت بتحسبه دايما النظري. اما هو في المسألة يديك مين؟ الفعل. نيجي بقى نجيب النسبة بقى. النسبة بتاعتنا. ناخد الكتلة بتاعت الناتج الفعلي اللي هي كام؟ 44. لا 39. ايوه 39 و4 من 10 على 44. نعم 8 من 10 واضرب في الريت. النسبة المئوية تساوي 39 و4 من 10 ده الناتج الفعلي على 44 8 من 10 ده الناتج النظري واضرب في كام؟ كام؟ 87 9 من 10 في المية. ندخل المسألة بتاعت المادة المحددة للتفاعل مع مسألة الناتج الفعلي والناتج النظري. يقول في المثال بتاعه مديني المعادلة بتاعتي الحمد لله، لو ما ادهانيش مش هعرف اجيبها زي ما انت شايف كده يا محمد. يقول لك ما النسبة المئوية للناتج الفعلي عند تفاعل 2.5 مول من نترات الحديد 3 مع 3.6 مول من كربونات الصوديوم لتكوين 3.6 مول من نترات الصوديوم. مسألة تخلي دماغك تزن، لازم تسأل كده معايا عشان تعرف تحلها وتفهمها، انها طويلة شوية. أنا دلوقتي عشان أحدد يا رب يفهمها. أنا دلوقتي عشان أحدد النسبة المئوية للناتج الفعلي لازم أجيب الناتج مين؟ النظري. طب احنا دلوقتي هو في المسألة بيقول لي إيه؟ أنا دلوقتي عندي مادتين بيتفاعلوا مع بعض وهو مديني المادتين، يعني مديني دي ودي. طب مين فيهم هيخلص؟ ما أنا لو خدت واحد من الاثنين، خدت مادة من الاثنين واشتغلت عليها وحسبت الناتج النظري منها، ممكن تبقى هي المادة دي ما خلصتش، فيبقى الناتج النظري اللي أنا هحسبه كبير أكبر من المتوقع. وتبقى المسألة غلط وهو هيديني الاختيار الغلط. فأنا أول ما أحسب بقى اللي طالع لي الحمد لله أروح مختاره البس خلاص. المسألة راحت كده في ده، تبقى مشيت فيها 20 خطوة وراحت في ده. فأنت لما يكون عندك في المسألة هو بيديك المادتين اللي بيتفاعلوا، بيديك كمياتهم، لازم الأول تعرف مين المادة المحددة للتفاعل. يعني ايه المادة المحددة للتفاعل؟ يعني المادة اللي خلصت. عشان المادة اللي خلصت هي دي اللي هاخدها واحسب بيها كتلة الناتج الفعلي النظرية. عشان هي دي اللي خلصت. مش انت مش احنا لما قلنا في المسألة بتاعت المادة المحددة للتفاعل، مش قلنا لما المادة تخلص التفاعل بيقف ولا بيكمل؟ بيقف. لما التفاعل وقف يبقى الكمية اللي اتكونت من المركب ده اتكونت نتيجة ان المادة دي خلصت، يبقى انا هاخد المادة اللي خلصت بس. والتانية هركنها على جنب. لو عكست بقى سعادتك وخدت المادة اللي ما خلصتش اللي هي مش المحددة وحسبت بيها كتلة الناتج النظري، هتطلع النسبة معاك غلط وهتختار غلط وتبقى مشيت 5 6 خطوات كلهم ما لهمش اي لازمة. طيب تعالوا نشوف هنعمل ايه بقى. هنعمل ايه بقى يا سيدي؟ هنروح رايحين الاول على المادة المحددة للتفاعل. خدناها. نعم. هنشتغل على نترات الحديد لانها تبقى الماده المحدده للتفاعل. لا الاول هنشتغل على الاثنين اهم. الاثنين دول واخد معاهم مادة من النواتج، اي مادة من النواتج. عشان اعرف مين المحدد للتفاعل. اول حاجة يبقى اول حاجة هتروح على مين؟ على مسألة العامل المحدد. وتحدد مين المادة المحددة في للتفاعل. هتعمل ايه بقى؟ قلنا اهو هفكرك اهو. واكتب معايا عشان بعد ما اخلص هشيل اللي انا بكتبه على طول.
هاخد دي كده، انا كده هشرح لك تاني مساله الماده المحدده للتفاعل اهو. هاخد دي كده مع اي واحده من النواتج، مع اي واحده من الاثنين اللي تريحك. المادتين بالنسبه لنا سواء، بس لو خدت دي مع دي يبقى لازم تاخد دي مع دي. زي ما اتفقنا بناخد نشتغل على ماده واحده فين؟ في النواتج. اهو بص هاخد ده ايه؟ 2 FeNO3 باي 3 من المعادله بوزنها ايه؟ واخد قصادها مين؟ اخد قصادها اي واحده من الاثنين يا عم 6 NaNO3 اهو، عشان يمكن تكون شكلها ده مريحه كده. طيب ده كده دي. اخد الثانيه 3 Na2CO3 وقصادها برضو اخد 6 NaNO3. بص على السبوره كويس وشوف انا عملت ايه. عندي في المتفاعلات مادتين صح؟ خدت واحده منهم مع دي اللي هي NaNO3 اللي عندي، وخدت الثانيه معاها هي. ليه بعمل كده ليه؟ عشان اشوف مين الماده المحدده للتفاعل، عشان اشوف ايه؟ حلو. تعالى يا باشا نمسك دي هنا في المعادله. دي في المعادله كام مول؟ في المعادله كام مول؟ 2. دي 2 مول. ادت من دي في المعادله كام مول؟ 6 اهو. ما بتجيبش حاجه من عندك. ركز بالله عليك، ما بتجيبش حاجه من عندك. دي في المعادله كام مول؟ دي في المعادله كام مول؟ حلو. تعالى نروح للمساله بقى. دي في المساله كام مول؟ 2.5 حبيبي. 2.5 مول. ادت من دي كام مول؟ اوعى تقول بقى ما تخترعش، ما نعرفش. حد يعرف؟ هو مش هيقول عليها. يبقى الثلاثي هنا س مول. يبقى س تساوي اضرب 6 في 2.5 على 2 تبقى 7.5 ونص. كده يبقى صاحبتنا دي اللي هي نترات الحديد 3 هتكون من نترات الصوديوم 7.5 ونص. تمام؟ خد بعضك نروح على الثاني. يلا معاك انا اهو. Na2CO3 في المعادله كام مول؟ 3. ما جبتش حاجه من عندنا والله. 3 مول. NaNO3 في المعادله كام؟ 6 مول. 6 مول. تعالى بقى هات لي دي من المساله. 3.6 اهو. انا ما قلتش انا جايبها، هو الماده اللي قال مول. تدي كام؟ س واضرب طرفين في وسطين تبقى 6 في 3 و6 على 3 تبقى 7 من 7.5. لا هنا ما بقربش، لازم اطلعها بالظبط عشان ارقامها تبقى قريبه من بعضيها. 7.2. دي كده 7.2. بص سعادتك مين بقى اللي كون لي المولات اقل؟ كربونات الصوديوم. يبقى كربونات الصوديوم هي الماده المحدده للتفاعل. يبقى انا بقى في الناتج الفعلي هشتغل عليها هي. لسه المساله ما خلصتش، ده كده نص المساله. هاخد بقى كربونات الصوديوم هي الماده المحدده للتفاعل. طب انت عايز النسبه المئويه للناتج الفعلي من مين؟ نبص في المساله. ادي المساله اهي. هو عايز النسبه المئويه للناتج الفعلي من ايه بقى؟ عند تفاعل 2.5 من 3.6 لتكوين 3.6 من نترات الصوديوم. يبقى هو عايز النسبه المئويه للناتج الفعلي من نترات الصوديوم. ارجع بقى تاني، انا خلاص كده عملت ايه؟ عملت حسابات وحددت مين الماده المحدده للتفاعل. مين الماده المحدده؟ لا كربونات الصوديوم الماده المحدده. هو عايز النسبه المئويه للناتج الفعلي من نترات الصوديوم. هاخد بقى الناتج الفعلي بتاعي او الماده المحدده للتفاعل بتاعتي. معايا سعادتك؟ اخد الماده المحدده اهي. بص مساله بقى جديده اهو، بكمل على المساله دي. المساله الثانيه في نفس المساله. اخد كربونات الصوديوم
3 Na 2 CO3 ومعاها 6 NaNO3. ال6 NaNO3 دي خلي بالك، بص ساعتك مش احنا هنا اهو شايفها؟ مش احنا هنا حسبنا كربونات الصوديوم بتدينا قد ايه نترات صوديوم؟ ايوه اللي هي 7.2 صح؟ يعني ده كده يبقى الناتج النظري بس بالمول. يعني اللي انت حسبته هنا ده كده اهو ده الناتج النظري بس بالايه؟ بس بالمول. يعني على طول تكمل، بص اهي دي هنا 3.6 ادتني 7.2 مول. اعمل ايه بعد كده؟ خد بقى سعادتك عدد المولات اللي انت جبته ده اللي هو الناتج النظري ده، والفعلي اللي هو مين؟ اللي هو 3.6. اقسم الفعلي ده اللي هو 3.6 على 7.2 واضرب في 100 يبقى النسبة المئوية كام في الصفولة؟ آخر خطوة إيه؟ ياخد 3.6 ياخد قصدي اللي هو مديها دي كام؟ 3.6 على 7.2 واضرب في 100 كام؟ 50%. ممكن يعمل ايه في المسألة؟ اللي هو بدل ما يديك المولات يديها لك كتلة مولات، كتلة من المولات. دي عشان تجيب سعادتك، عشان تجيب النسبة المئوية للناتج الفعلي والناتج الايه؟ النظري. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.